أصلا. الآن في هذه الومضة MIT لن تعرف أبدا عند قراءة هذه الأحرف الثلاثة أنها المكان الذي يتشكل فيه المستقبل. منذ تأسيسها عام 61 تطورت التقنية في هذه الجامعة وغيرت العالم، من بينها أول أجهزة الحاسوب. في الألفية الثالثة تخطط MIT لاختراع المستقبل. حفل موسيقي تقدمه أوركسترا بوستن بوب، لكن ومثل العديد من الأمور الأخرى في بوستن كامبريدج بالولايات المتحدة لا تبدو الأوضاع كما هي عليه. معطف المايسترو غريب جدا وهو جزء من تجربة. تم التفكير به في بوتقة العقول المبدعة الأمريكية، وهي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن والمعروفة باسم MIT. يدرس 9000 طالب هنا كيفية اختراع المستقبل. يقضي الطلاب 6 سنوات تقريبا في هذه البوتقة المتخصصة. تتدافع شركات من جميع أنحاء العالم للحصول على أحدث الاختراعات من هذه النخبة. إذا أعجبت الشركة بأحدى الأفكار فإنها تدفع ثمنا جيدا. إنها الصلة الفريدة بين البحث والدعم المادي، لكنه الوضع القائم دائما. منذ تأسيسها عام 1861 خرجت التقنية من هنا وغيرت العالم. خلال الحرب العالمية الثانية طورت MIT الرادار وأجهزة التوجيه وأحدثت ثورة في الدفاعات الجوية. صنع أول حاسوب أيضا في بوسطن وكان بحجم الغرفة تقريبا. يلعب مصنع الأفكار هذا دورا بارزا في تحديد تقنية المستقبل، في حين اضطر الطلاب في الجامعة التقليدية لإكمال المنهاج الدراسي يستطيعون في MIT تطوير أفكارهم الشخصية. يكافأ الإبداع هنا بواسطة دعم الجامعة لمشاريع الطلبة، لكن العميد روبرت راندولف لا يقبل إلا أفضل الطلاب. إنها جامعة للنخبة، فالذين يأتون إلى هنا يرغبون في أن يكونوا طلابا معروفين بموهبتهم في مجالات العلوم والرياضيات والحقول الأخرى، وهم من ينتقون أنفسهم. لكنها جامعة تتطلب الاعتناء الفائق والتحدي، وهي في الحقيقة تستخرج من الطلبة أفضل قدراتهم. يوجه الأساتذة بمؤهلاتهم العالية الطلبة لتجريب مشاريع غريبة. ما يبدو شبيها بلعبة الليجو هو أساس التقنية التي ستغير حياتنا قريبا. ماريو مولينا بروفيسور في MIT وواحد من 12 حائز على جائزة نوبل في هذا المعهد. إنه يجري أبحاثا على الضرر الذي تسببه غازات CFC على طبقة الأوزون. المختبر الإعلامي هو المكان المفضل. هنا يلتقي الفن والتقنية. تيريسا مارتن مخترعة معطف المايسترو تدرس هنا. يعبر المايسترو عن موسيقاه بواسطة الحركة. إن هدفها يتعلق بإرسال ذلك إلى الحاسوب. وضعت المجسات داخل المعطف. بجانب الحركة يتم قياس توتر العضلات والجلد ونبضات القلب. قد يساعد هذا الاختراع الغريب في معالجة الناس في المستقبل. يدرب الناس على الاسترخاء، فتوتر العضلات المرتفع يشير إلى الحاجة للراحة، وهو كذلك مرجعية تقنية. مساعدات تقنية للإنسان ومساعدات إنسانية للتقنية. أحد الأمثلة هو الرجل الآلي كوك. قد يتمكن قريبا من التفكير والتصرف كالإنسان. ربما تمكن من مساعدتنا في الأعمال المنزلية. يتم الآن تشكيل وجهه. لا وجود لما يضاهي هذه الجامعة في العديد من الدول. لهذا السبب أصبح الألماني بيرنارد شوز مرشحا للدكتوراه في MIT. وكتيريزا يجري أبحاثه في المختبر الإعلامي في مجالات الموسيقى والتقنية. أعمل في مشروع موسيقي يدعى ستراديفاريوس الرقمي، ونحن نعلم أن الحاسوب قادر على إخراج صوت الكمان بمفرده مثلا، وهذا يعني أن الآلة أصبحت فائضا. يحلم أي طالب في العمل في جامعة MIT. نجرب أي شيء ولا نعلم إذا كان سيقودنا ذلك لأمر حقيقي. هذه التجارب البسيطة أو المسمى بمشاريع الترفيه تقود لناتج حقيقي أحيانا. ستقوم بزيارتنا إحدى الشركات يوما ما لتخبرنا بأن التقنية التي طورناها يمكن تطبيقها فيما يعرف بالمشاريع التجارية.
البروفيسور الألماني الناجح الآخر هو والتر كيترلي الذي منح جائزة ديسكفر عام 98. لقد طور كيترلي الليزر الذري الذي يمكنه قياس الذرات بدقة وسرعة لم يسبق لهما مثيل. التكنولوجيا الممتعة. لا تقوم MIT بتطوير أجهزة للاستخدام اليومي، إنها تحفز الناس أيضا بشأن التكنولوجيا، كما هو الحال في هذا الحوض المائي الافتراضي في معرض بوسطن للحاسوب. يتمكن الأطفال من تشكيل أسماكهم الخاصة ومنحها الصفات التي يريدون، ثم متابعة تصرفها مع الأسماك الأخرى. أنظمة حاسوب شديدة التعقيد على شكل لعبة. ما هي رؤى المستقبل؟ كيف سيبدو الرجل الآلي المفكر؟ أو كيف سيوصل الناس بالحاسوب؟ كيف ستهيمن التكنولوجيا على حياتنا اليومية في المستقبل؟ هل سيتدرب أطفالنا قريبا على الكمان الرقمي؟ تبحث MIT عن إجابات لهذه الأسئلة، وستبقى واضعة لهذه الميول.